من اكتر النصايح التوكسيك اللي خربت علاقات كتير هي فكره اتجاهليه او اتجاهلها عشان اللي قدامك يجري وراك. في فرق كبير جدا ما بين التجاهل كلعبه والهدوء كوعي. المشكله بقى لما حد يتجاهل شخص هو فعلا مهتم بيه، يا ترى الرساله اللي بتوصل له ايه؟ ان الطرف اللي قدامه مش مهتم او غير واضح، هو نفسه مش مرحب بيه، او من الاخر مش عايزه. في العلاقات الطبيعيه لو واحده عملت كده مع راجل ورجع جري وراها فهو في الغالب انسان مهزأ، وهي عشان تلعب اللعبه دي هتختار ناس كتير كده، فهي برضه هتبقى بني ادمه مهزأه. او من الاخر واخدين هما الاتنين جيم كده ومستنيين يشوفوا مين اللي هيكسب فيه. ولو واحد بيعمل كده مع واحده فالست الطبيعيه المحترمه هنا بتنسحب، لان التجاهل عمره ما كان حل. الحل هنا بيكون ببساطه عباره عن هدوء، ثقه، ووضوح لو عايزين فعلا علاقات صحيه. الحاجة الكوميدية والغريبة اللي ممكن تلاقوها لو لقيتوا حد بيلعب لعبة توكسيك زي دي وعليه علامات الاستغراب في الآخر، يا ترى الموضوع ليه ممشيش زي ما هو عايز؟ الخلاصة في 3 كلمات: المليان ما يلزموش اشتغالات. لايك وشير عشان تدعموا المحتوى المحترم، ولو عجبتكم الحلقة ابعتوها لكل أصحابكم. أنا هيثم المعداوي، وإن شاء الله في المستقبل هكون واحد من أشهر الناس في مصر. أشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.